عارفين لما الناس قالت احنا عايزين نعمل مقاطعة، آه تلاقي نفسك ان انت ما عندكش منتج. يعني لما تيجي تقاطع كل المنتجات اللي موجودة في السوق تلاقي نفسك انت اتكشفت ما عندكش حاجة، انت بتستورد كل حاجة. الاستسهال ده هو اللي خلانا في دير الدول. ان انا بدل ما اعمل الكوز الصفيح ده اللي هو بتاع الكنز، بستورده بستورده ارخص. بدل ما اعمل منطلون بستورده، بدل ما اعمل مولتو بيجي لي المولتو، بدل ما افتح مش عارف ايه بيجي لي. هتلاقي عندنا اللي ناجح كلهم غرب، السوريين، الامريكان، في صورة اليهود او في غيرهم. المنتج المصري ما فيهوش نجاح. عارفين ليه؟ عشان المصري دايما بيعتمد على فهلوته. ان انا بدل ما احط كوبايتين شوكولاته، نص معلقه شوكولاته واضربها بكاكاو، انا فهلوي. بدل ما اعمل الكنزه مش عارف ايه زي البيبس، اديها شويه ميه وعبيها ما حدش واخد باله من حاجه. فالفهلوه اللي احنا ماشيين بيها دي اللي ما خلتش فيه منتج مصري. وده اللي تكتشفه لما تيجي تعمل مقاطعه لكل المنتجات، ما تلاقيش عندك حاجه، تلاقي نفسك واقف تتفرج على نفسك. لان احنا دايما عندنا عقده الخواجه، يتوب علينا ربنا.